خليني أبدأ بسؤال واحد بس. هل ألبرتا ممكن تصحى في يوم وتقرر ترحل آلاف المهاجرين؟ السؤال ده بقى يتكرر في كل حتة، على التيك توك، في الجروبات، في الشغل، حتى ناس بتسأل بجد: نلم شنطة ونمشي ولا هنعمل إيه بالظبط؟ والسبب كلمتين اتقالوا في مقابلة وتحولوا فجأة لحالة هلع جماعي. بس قبل ما تخاف وقبل ما تسمع لأي حد، خليك معايا دقيقة واحدة، لأن الفيديو ده مش معمول عشان يخوفك ولا عشان يطمنك وخلاص. الفيديو ده معمول علشان نحط الكلام في سياقه الصح ونفهم مع بعض ايه اللي اتقال فعلا وايه اللي اتفهم غلط. ولو انت فعلا مهتم تفهم اللي بيحصل في كندا، مش بس تمشي ورا العناوين، اشترك في القناة وخليك متابع معايا، علشان اللي جاي في الفيديو ده مبني على قانون، مش آراء بس، وعلى واقع مش تخمين. خليك معايا للآخر، لأن آخر جزء بالذات هو اللي هيفرق بين الخوف والفهم. إيه اللي اتقال وخوف الناس؟ اللي حصل إن دانيال سميث، رئيسة وزراء ألبرتا، طلعت في لقاء مع ريبل نيوز وقالت جملة واحدة تقريبا: الناس اللي مش معاها وضع قانوني لازم تتعامل كأنها زائرين. الجملة دي اتقصت واتمنتجت واتحطت على التيك توك، ومع شوية عناوين نار بقيت: ترحيل جماعي، ألبرتا ضد المهاجرين، وداعا كندا. لكن السؤال الحقيقي: هل الجملة دي لوحدها كفاية تبني عليها كارثة؟ قصة الاستفتاء وليه الموضوع كبر. هي كمان اتكلمت عن استفتاء محتمل في 2026، ومن ضمن الأسئلة: هل ألبرتا هتفضل جوه كندا؟ هل هيكون ليها تحكم أكبر في موضوع الهجرة؟ وهنا الريبل نيوز لعبوا لعبتهم وسألوا عن الترحيل الجماعي. ومن اللحظة دي الناس دماغها راحت بعيد، مع إن ولا سؤال رسمي اتكتب ولا قانون اتغير. هنا لازم نقف ثانية قبل ما نكمل. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا: ألبرتا أصلا مش صاحبة قرار الترحيل، وده مفتاح الفيديو كله. مين اللي ليه سلطة الترحيل أصلا؟ الترحيل في كندا مش قرار مقاطعة، ومش قرار رئيس وزراء ألبرتا، مش تصويت شعبي. الترحيل قرار فيدرالي من الحكومة الكندية ومن CBSA. يعني حتى لو ألبرتا حبت تمشي الناس، مش بإيديها إن هي تنفذ الموضوع ده. التقسيم الحقيقي للناس، خلينا نبسط الصورة بدل لعب بأعصاب الناس. الفئة الأولى ناس دخلت بتزوير، بكذب، بملفات لجوء مضروبة، ودول القانون من زمان واضح معاهم جدا، مفيش جديد. الفئة التانية ناس شغالة هنا، عندها جوب أوفر، بتدفع الضرايب، ودول اتقال عنهم بكل صراحة دول هم اللي هياخدوا التورتة كلها. الفئة التالتة ناس إقامتهم خلصت، كملوا من غير وضع قانوني، وده مش سياسة جديدة، دي قواعد الهجرة من يوم ما كانت اتخلقت. ليه التشديد دلوقتي؟ السؤال الأذكى: ليه التوقيت ده بالذات؟ علشان أزمة السكن، الضغط على الصحة، الأسعار الزيادة عن اللزوم، وغضب شعبي. والأسهل طبعا إنهم يلوموا المهاجر، بس الحقيقة المشكلة في الإدارة مش في الناس. It's the government's problem. أخطر حاجة بتحصل دلوقتي، أخطر حاجة مش الترحيل، أخطر حاجة إن المهاجر يشتم مهاجر تاني، جالية ضد جالية، وكل واحد خايف على نفسه. وده بالظبط اللي ما ينفعش يحصل في بلد مبنية على الهجرة. إيه الخلاصة؟ خليني أقولها لك من غير لف ودوران: مفيش ترحيل جماعي، مفيش قرارات مفاجئة، مفيش استهداف لجنسية معينة. في تجديد، في تنظيم، في رجوع للقانون. لو وضعك سليم مفيش حاجة تقلقك. ولو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي، اكتبولي في التعليقات تحت ايه رأيكم في الفيديو، وعاوزين تعرفوا ايه عن كندا. وشارك الفيديو عشان غيرك ما يعيش في رعب ووهم. وما تنسوش تابعوني على التليجرام عشان الأخبار الصح مش العناوين الكذابة. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعية.